واهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. لقاء اللي غادي نبقاو فيه دائما غنبداو نتكلموا على الحصيله ديال الوداد في هذا الموسم، وغنبداو باش نديطايو ونحاولوا نحلوا الوضعيه والنتائج والمسببات اللي وصلت الوداد لهذه المرحله، من كما كنقولوا اللي كيعيشها لاول مره في هذه 10 سنوات الاخيره. ونبداو اولا الملاحظه. الوداد الان في التنقيط ديالو اللي كيحتل الرتبه الخامسه، فباش نكون واضحين هو بفضل الله عز وجل بيان سير وبفضل المدرب عادل الرمزي. فعادل الرمزي هو اللي جمع اكبر عدد من النقاط باش نكونوا واضحين، لان لا الفتره ديال البنزرتي ولا الفتره ديال المساعد ديالو ولا اول مقابله ديال بن عسكر فما كانوش هناك نقاط، بالعكس كان اهدار للنقاط بشكل كبير. شفنا هزائم متتاليه، هزائم اللي كانت امام فرق صغيره، فرق اللي كتنافس من اجل البقاء، والوداد لم يستطيع ان يهزم هذه الفرق وكسب النقاط. وبالتالي رغم ان باش نكونوا واضحين راه عادل الرمزي في واحد الوقت كان هو الترتيب الاول في البطوله، ولولا المؤجلات اللي كانت عنده، لو انه انتصر او كمل في المؤجلات وانتصر فيهم لانه كان غادي في واحد السلسله ديال النتائج ايجابيه، فكنا نشوفوا الوداد على الاقل في المرتبه الثانيه ان لم يكن متزعم الترتيب. اتحدث عن النقاط ولا اتحدث عن كيفيه اللعب او عن الاقناع، رغم ان البعض كيقول له ان عادل الرمزي استمر كان يمكن يكون المستوى احسن من انك بدلتيه ببنزرتي اللي جا كما كيقولوا فقط ضيع الوداد في مقابلات كثيره. وبيان حنا غنحملوا المسؤوليه اللاعبين باش نكونوا واضحين، لان لا البنزرتي كنعرفوا مدرب كبير، واللاعبين هما اللي كان في المقدور ديالهم انهم يردوا الوداد لسكه الانتصارات ويردوا الوداد لسابق عهده او العكس. وهذا الشيء اللي يثبت بان اللاعبين هم من كانوا وراء اهدار هذه النقاط بهذا الشكل الكبير، لانهم تاثروا بما يعيشه الوداد، ما يعيشه رئيس الوداد. يمكن كانوا بعض اللاعبين اللي كانت عندهم وعود او كانوا مرتبطين بشكل كبير بالرئيس، وبالتالي ذهب الرئيس خلاهم كما كيقولوا كيفكروا ما بقوش عارفين القادم او المستقبل، رغم ان الله عز وجل هو اللي كيعلم المستقبل، ونساو بانهم كيلعبوا في فريق اللي اسمه الوداد، وفريق اللي ما مرتبط حتى شي واحد، وفريق اللي كما كيقولوا عنده الرجالات ديالو. الا مشى الناصري او مشى اي رئيس فغادي يجي من هو اكفأ ومن هو احسن من الرئيس السابق. والدليل ملي كنقولوا الفترات اللي مر منهم الوداد فكان دائما كتكون مرحله ديال الالقاب وديال التتويجات، او المرحله ديال ولكن كيجي رجل اخر، كيجي دماء جديده، كيجيو، لان الوداد فريق اللي عنده الرجالات ديالو وما واقف على حتى شي واحد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.